السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ ورب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا كلام في الكورة، هنتكلم فيها النهاردة على اللي بيحصل. هنتكلم عن حامد حمدان، وهنتكلم عن نهائي كأس العالم للأندية، وهنتكلم كده في شوية حاجات. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة تخص الكورة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان نقدر إن احنا نكمل. لكن في البداية أنا حابب أشكر جدا جدا كل واحد دخل يتشتمني تمام في موضوع كنت بتكلم فيه، وبقول مشكلة الجمهور الأهلي مع شيكابالا إيه، والناس يعني ما شاء الله كده على الأهلاوية. يعني الشتايم اللي جات لي ما شاء الله ربنا يسامحكم، ويا رب تبقى في ميزان حسناتي، والحسنات اللي خدتها في ميزان حسناتي، والحمد لله. يعني الواحد ما غلطش في حد، انت ممكن ترجع تتفرج على الفيديو وتشوف والله الواحد غلط فيكم ولا لا. بس ما شاء الله يعني ده ان دل على شيء يدل على عقليه المشجع الكره الاهلاوي، هو بيفكر في ايه او هو دماغه فيها ايه اصلا. فبشكركم جدا جدا يا جماعه، كل واحد دخل شتمني شكرا جدا جدا ليكم، وربنا يسامحكم وربنا يهديكم على نفسكم في الاول او في الاخر. تمام. طيب دي حابب بس كنت ابدا بالحاجه ديت. تعالوا نتكلم بقى كده، نرجع ورا ونتكلم في الكوره، نتكلم في حامد حمدان. انا النهارده طالع اتكلم في حامد حمدان، في صفقه حامد حمدان، بس هنتكلم فيها بطريقه مختلفه شويه. تمام. طيب اولا بس انا عندي سؤال، هو من امتى نادي بتروجيت بينزل بيان عشان خاطر لعيب؟ طيب انت نفس النادي تمام اللي كان عندك لعيب اسمه احمد رضا وما شاء الله عليه دلوقتي اصلا ما بيلعبش ولا راح كاس عالم ولا عمل اي حاجه. انت نفس النادي لما جه الاهلي كان بيفاوضه، رحبت جدا جدا بالمفاوضات. وقيس فجاه لما الزمالك بدا يفاوض على اللعيب، انت مره واحده كده ايه ده يا جماعه؟ ده احنا عندنا اكونت على الفيسبوك، تعالوا ننزل عليه بيان ونقول يا جدعان ان الراجل ده مش للبيع، ويا جماعه الخير والله يعني الزمالك فاوضنا وبعت لنا عرض بس احنا مش وافقين والراجل مكمل معانا. من امتى؟ من امتى انت اصلا كنادي بتطلع بيانات عشان خاطر اللعيب اصلا؟ طيب باختصار شديد، حامد حمدان عايز الزمالك. انا مش مشكلتي دلوقتي ان هو لعيب كويس او وحش، كويس او وحش دي حاجه تانية، لكن ان انا لعيب عايزني فانا لازم ان انا اعمل كل حاجه علشان يلعب عندي. تمام. طيب انت نادي بتروجيت مشكور قلت مفيش لعيب هيطلع من عندي السنه دي. ليه؟ عشان في نادي ما بعت عرض للنادي بتروجيت وانت ما ذكرتش ده في البيان. ويا جماعه الخير لما تيجوا تقولوا حاجه قولوا اللي ليكوا واللي عليكم. تمام، ما تقولوش اللي ليكوا بس، قولوا اللي ليك وقول اللي عليك. جميل، الموضوع بسيط والله خالص. تمام، انت خفت تقول اللي عليك بس قلت اللي ليك. تمام، موضوع بس بالراحه خالص عشان نبقى فاهمين بنقول ايه. طيب احمد عبد القادر خلاص، الراجل كان عايز الزمالك، فجاه كده الاهلي قال لك لا ستوب، الزمالك ايه يا اسطى اللي هتروحوا؟ بس واحد اللي اطلع بس كده في السعوديه ولا روح شوف في اي حته تانية اتمرن فيها كده ولا لك السنه دي، بعد كده نبقى نشوف بقى هنعمل معاك ايه. طيب انا عندي سؤال وعايز افهم حاجه دلوقتي، هو يا جماعه الخير يعني انا دلوقتي كاي صفقه هخش فيها لازم نادي تاني يخش وهي في الاول وفي الاخر شغلانه فلوس، اللي معاه فلوس بيشيل. وانا كزمالك واهو بقولها اهو للناس كلها، انا كزمالك لو نادي الزمالك معاه ربع الفلوس اللي مع الاهلي، ربعها، انا مش هقول لك نصها يا عم، ربع الفلوس اللي مع الاهلي، قسما بالله انتوا هتشوفوا البطولات دي يعني كده ايه في المواسم، يعني حاجات كده ايه تخاطيف، تاخد لك بطوله كل سنه مثلا لو انا معايا ربع الفلوس اللي معاك. تاني اهو، لو الزمالك معاه ربع الفلوس اللي مع الاهلي، والله العظيم انتوا في بطولات اصلا هتاخدوها كده ايه يعني بالشفعه، وانت عارف كده وكل اللي بيتفرج عارفين كده. تمام، لكن انت معاك فلوس يا باشا فهتخش في اي صفقه يابا هخلص. الماني توكينج، ماني استوك شغل يا باشا الشغل، وانت فاهمني. طيب الزمالك لعب في اورنج، تيشيرت الزمالك حلو لحد ما التدريب يا جماعه، مفيش اي تقييم على التيشيرتات يعني. تيشيرت ما حدش هيطلع يقول لك انا هقيم التيشيرت لسه ما فيهوش اي حاجه حصلت يعني، انت فاهمني. تمام، ده كل حاجه كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيها النهارده ان شاء الله. هنتكلم طبعا انا نسيت طبعا نهائي كاس العالم للانديه. توقعي باريس سان جيرمان هيكسب كاس العالم للانديه. حكايه انريكي لازم تكمل مع باريس، يكسب كاس العالم للانديه، يلعب سوبر اوروبي، يكسب سوبر اوروبي، يبقى تقريبا خد من 6 ل7 بطولات السنه دي، دوري وكاس ودوري ابطال وكاس عالم للانديه وسوبر اوروبي وسوبر اسباني وسوبر فرنسي، فانت يبقى لميت لك يعني بتاع 5 6 بطولات ولا 7 بطولات السنه دي، حقك، تجربه جميله.
تكمل للاخر. انا حابب ان انا اتفرج على تجربه زي دي، ما عنديش مشكله. يبقى باريس سان جيرمان من وجهه نظري هو بطل كاس العالم للانديه، الا لو حدث بقى حاجه كده غريبه، لعبه ضربات جزاء، فخلاص بقى دي حاجه تانية. يعني الماتش 50-50، بس بميل اكتر ان باريس هو اللي هيكسب، مش عارف ليه، وجهه نظري. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا ليكم، انا بعتذر جدا جدا لو كان في اي طلب.